بتبدأ الحكاية مع غول أخضر اسمه شريك، وكان قاعد بيقرا قصة الأميرة اللي صابتها لعنة ومينفعش تتفك اللعنة دي غير بحب حقيقي. وبنعرف إن ميرا كانت محبوسة في قلعة وبيحرسها تنين، وحاول فرسان كتير يحرروها من سجنها لكن للأسف محدش نجح. وبيضحك شريك بعد ما قرأ القصة وقال إن ده مش بيحصل في الحقيقة. وبنلاقي شريك بعد كده قاعد في بيته وبيحاول مجموعة من الأشخاص مطاردته، لكن شريك بيخوفهم وبيصوتوا وبيجروا. وبيلاقي شريك ورقة واقعة مكتوب عليها مطلوب مخلوقات خرافية، فمش بيهتم بالورقة وبيرميها على الأرض وبيمشي. بعد كده بنلاقي الناس بتروح بأي حيوان عنده قدرات خارقة علشان يستفيدوا من العرض اللي كان مكتوب. وبنلاقي واحدة بتعرض حمار بيتكلم، لكن الحمار بيرفض إن هو يتكلم قدام العساكر. وبتقع على الحمار خلطة سحرية وبيطير، وساعتها بيقدر يتكلم قدام العساكر وهو طاير. لكن الخلطة بتنتهي بسرعة وبيجروا وراه العساكر علشان يمسكوه، لكن الحمار بيطلب مساعدة شريك وفعلا بيقدر يساعده. والحمار بيشكر شريك إن هو ساعده وبيقول له إن هو ما عندوش أصدقاء وعاوز يقعد معاه ويبقى صديقه. وبيحاول شريك إن هو يخوف الحمار علشان يبعد عنه، لكن الحمار مش بيسكت ولا بيخاف. وبيكمل الحمار مع شريك وبيحاول إقناعه إن هو يقعد معاه في نفس البيت. وساعتها شريك بيسأل الحمار وبيقول له انت مش خايف من غول زيي؟ قال له الحمار لا بالعكس انا معجب بيك جدا. وبيستغرب شريك من كلام الحمار، وبيكرر شريك برضه ان هو مش هيستضيف الحمار في البيت حتى بعد محاولات الحمار. وبيقعد شريك بالليل ياكل، لكن بيكتشف وجود كائنات كتير جدا جوه وبره البيت. وبعدها بيسأل شريك الحيوانات ايه اللي جابكم المستنقع بتاعي، فبيقولوا له ان اللورد فارجت طردهم غصب عنهم. وبيسأل شريك مين فيكم يعرف مكان فارجت ده، فبيرد الحمار ان هو يعرف مكانه. وبيقرر ان هو هياخد الحمار ويروح علشان يرجعهم مكانهم، وده برضه عشان يرجع هو المستنقع بتاعه لوحده. وبيظهر بعدها في القلعة بتاعته وهو بيعذب بسكوت الجنزبيل وبيحاول يعرف منها راحت فين الحيوانات المسحورة. وبترفض بسكوتات الجنزبيل انها تعترف بمكان الحيوانات. وبيدخل بعدها واحد من الحراس ومعاه مراية مسحورة، وبيسأل المراية المسحورة من احسن امير في العالم، فبتقول له المراية ان انت اصلا مش امير لحد ما تتجوز من اميرة. وبتقدم له المراية مجموعة من الاميرات من قصص الخيال زي سندريلا وسنو وايت وفيونا. وبيقرر اللورد فيرجت ان هو هيختار فيونا علشان يتجوزها. وبيوصل شريك والحمار لقلعة فارجت، وبيدخلوا القلعة وبيلاقوها فاضية تماما، وبيبدأوا يدوروا على سكان القلعة. وبيلاقوا السكان كلهم مجتمعين في ساحة كبيرة، وقاعد بيعمل خطة للناس والناس قاعدة بتسقف له. وبتبدأ مسابقة كبيرة جدا على شرف الأميرة فيونا. وبيعلن فارجت إن اللي هيقتل الغول شريك هياخد لقب البطل. وبيحاول الفرسان إن هم يتغلبوا على شريك، لكن بيخسروا كل محاولاتهم بتفشل. وبيهتف الجمهور لشريك وشريك بيحبهم، وبيعلن فارجت إن شريك هو البطل. لكن شريك بيقول له إن هو مش عايز حاجة غير إنك تاخد المخلوقات بتاعتك من المستنقع بتاعي، لأن ده بيتي وبيتي لوحدي. وبيتفق فارجت مع شريك إن هو يقوم بمهمة قتل التنين وإنقاذ الأميرة فيونا، بس في مقابل إن هو يرجع له المستنقع بتاعه ويمشي كل المخلوقات منه. فبيوافق شريك على الموضوع وبياخد الحمار وبيروح للمهمة. وبيوصل شريك والحمار للقلعة اللي فيها الأميرة، وبيلاقوها متحوطة ببركان وفي جسر واحد بس بيودي للقلعة. وبيخاف الحمار جدا من إن هو يعدي الجسر، لكن شريك بيقول له إن هم هيتحركوا سوا. وبيوصلوا للقلعة وبيدخلوها. وبيطلب شريك من الحمار إن هو يدور على أي سلم ياخدهم لأعلى قمة في القلعة. فبيفتح الحمار باب وبيلاقي قدامه تنين، فبيخاف ويجري. وبيجري التنين وراه وبيطلع من بقه لهب، لكن شريك مش بيخاف منه وبيمسك في ديله. لكن التنين بيحرك ديله جامد جدا، فبيطير شريك وبيقع شريك من أعلى مكان في القلعة. أما بقى الحمار فكان خايف جدا من التنين، لكن قعد يتكلم معاه لحد ما التنين هدي. وقرر التنين إن هو ياخد الحمار معاه لأوضته. وبعد ما بيدخل شريك الأوضة اللي فوق القلعة بيلاقي الأميرة فيونا، فبياخدها وبيجري. وبيقرر شريك إن هو ينقذ الحمار قبل ما يسيب القلعة. وبتعترض الأميرة، ولكن شريك بيصر. وبيدخل أوضة التنين وبيلاقي الحمار قاعد بيتكلم مع التنين. وبيقدر شريك إن هو ينقذ الحمار ويسلسل التنين. وبيجري شريك وبياخد الأميرة والحمار في إيده، والتنين بيفضل يطاردهم. لكن
لكن شريك بعد كده بينقذهم وبيخرجوا من القلعة، وبتشكر الأميرة شريك علشان أنقذها وبتطلب منه إن هو يخلع الخوذة علشان تبوسه وعلشان تشوف وشه، لكن شريك بيرفض في الأول، لكن الأميرة بتصر وبيخلع شريك الخوذة وبتتخض الأميرة جدا لأنها اكتشفت إن هو غول، وزعلت لأنها كانت مستنية فارس جميل يجي ينقذها. وبعد كده بيقول شريك للأميرة إن هو أنقذها علشان ياخدها ويسلمها ليه، لأنه هو اتفق معاه إنه لو سلم الأميرة هيقدر يرجع المستنقع يعيش فيه لوحده. وبتطلب الأميرة في نص الطريق إن هما يخيموا علشان هي تعبت جدا، فبيفتح شريك كهف للأميرة علشان تبات فيه لحد الصبح، وبينام هو والحمار بره الكهف وبيفضلوا طول الليل يتفرجوا على النجوم. وبيعترف شريك للحمار إن هو مش بيحب العالم، لأن العالم أصلا مش بيحبه، بمجرد ما بيشوفوا أي حد بيقعد يصرخ وبيطلب النجدة، وبيقولوا عليه غول غبي وضخم وشكله وحش، وإن الناس بتحكم عليه من قبل حتى ما يعرفوه، وده السبب إن هو عايز يبقى لوحده بدون أي أصدقاء. لكن الحمار قاله إن هو ما شافش ده لما قابله أول مرة. وبتسمعهم الأميرة من جوه الكهف لكن مش بتعمل أي حاجة. وبتقوم الأميرة الصبح وبتلاقي شريك والحمار نايمين، فبتخرج تغني مع العصافير وبتعمل لهم فطار. وبيصحى شريك والحمار وبيستغربوا جدا من طريقة الأميرة المختلفة معاهم. وفي الطريق بيجي فارس وبيحاول ينقذ الأميرة من إيدين الغول شريك، لكن الأميرة بترفض وبتقرر إن هي تكمل مع شريك الطريق، لكن بيدخل سهم في رجل شريك. وبتطلب الأميرة من الحمار إن هو يدور على زهرة زرقاء فيها شوك أحمر علشان يعرفوا يعالجوا بيها شريك. وبتساعد الأميرة شريك وبتشيل السهم من رجله وبيكملوا. ولما بيقربوا يوصلوا للقلعة بيطلب شريك من الأميرة إن هي تزوره في المستنقع بتاعه بعد كده، وإنه هيعمل لها كل أنواع الأكل الجميل اللي بيعرف يطبخه. ولما بيقرب الليل بتطلب الأميرة إنها تدخل تنام في كوخ، والصبح يقدروا يكملوا طريقهم لأنها بتخاف من الضلمة. وبيقول الحمار لشريك ساعتها إن هو حاسس بانجذابهم لبعض وإنه لازم يقول لها، لكن شريك بيرفض تماما وبيقول له إنها أميرة وهو مجرد غول. وبيدخل بعدها الحمار الكوخ وبيدور على الأميرة فيونا، وبيكتشف إن الأميرة اتحولت لبنت شكلها مختلف تماما وشكلها وحش. وبيعرف إن الأميرة شكلها بيتحول بالليل، وإن الحل الوحيد علشان يفك اللعنة دي إن حد يحبها حب حقيقي. وبيسمع شريك الأميرة وهي بتقول للحمار إن أميرة زيها ما ينفعش تتجوز شريك ولا تعيش معاه، فبيزعل شريك بعد ما كان داخل عشان يعترف لها بحبه، وبيسيبهم وبيمشي. وبعدها بتقرر الأميرة إنها تعترف بكل حاجة لشريك، وبتخرج تنده عليه، لكن الشمس بترجعها حلوة مرة تاني. وبيرجع شريك مع فارجت وبيسلمها ليه. وبتقرر فيونا إنها تتجوز فارجت في نفس اليوم قبل ما الشمس تغيب. وبيرفض شريك إن هو ياخد الحمار معاه البيت وبيقعدوا يتخانقوا. وبيرجع شريك البيت لوحده، لكن الحمار بيروح له وبيفهمه الحقيقة وإن الكلام اللي سمعه ده فهمه غلط. وبيصالح الحمار شريك، وبيجي التنين علشان يساعده وبيوصل للفرح بسرعة. وبيصالح الأميرة وبيدخل شريك القاعة وبيعترف لها بحبه. والأميرة بتعترف بحقيقة اللعنة وتقف قدام غروب الشمس وبتظهر بالشكل التاني اللي شبه الغول، لكن فارجت بيأمر حراسه إنهم يعتقلوا شريك، والتنين بيدخل وينقذه. وبيعترفوا لبعض بحبهم وإنها هتفضل كده، لكن شريك بيقبلها زي ما هي وبيقول لها إنها جميلة كده في عينه. وبيتجوزوا وبيسيبوا القلعة وبيرجعوا البيت شريك سوا. بنشوف وقتها شريك وهو بيحلق دقنه والباب بيخبط عليهم، ولما بيفتحوا بتشوفهم بنت صغيرة وبتتخض من شكلهم وبتصرخ وهي بتجري، وبتكون جايبة لهم أكل في الصندوق وبيروح ياكلوا على البحر. ولما الليل بيجي بيقرر شريك إن هو يقدم لها هدية، والهدية بتكون الخاتم ده وبيبقى محفور عليه كلمة بحبك. وبيقضوا أسعد لحظاتهم مع بعض في شهر العسل. وبعد ما شهر العسل بيخلص بيروحوا البيت، بس بيلاقي الحمار مستنيهم وبيبقى عايز إن هو يعيش معاهم. وطبعا شريك بيرفض وبيقول له ان هو والأميرة دلوقتي متجوزين ومش عاوزين اي حد يزعجهم، لكن الحمار ما بيفهمش اي حاجة وبيقول له ما تقلقش يا صديقي، انا مش هخلي اي حد يزعجكم. وقتها شريك بيزعق له وبيقول له انت اللي بتزعجني، فبيزعل الحمار وبيمشي وبيسيبهم.
وبنشوف ان الملكة فيونا مبعوت لها دعوة على حفلة ملكية في المملكة البعيدة جدا بمناسبة جوازها، وبتعرف فيونا ان باباها ومامتها هيبقوا هناك، وشريك كان بيقول لها انت ازاي هتروحي وانت شكلك متغير كده، فبتقول له مش مهم، المهم ان انا اشوف بابايا ومامتي وهم اكيد بيحبوني زي ما انا. وبيبقى واضح على شريك ان هو مش عاوز يروح الحفلة دي وبيبقى متضايق جدا، بس شكل كده فيونا مسيطرة ومشي كلامها عليه وهيروح معاها الحفلة غصب عنه. وبتبدأ رحلتهم للمملكة اللي هي بتبقى بعيدة عنهم جدا، واثناء رحلتهم بيبقى شريك متعصب جدا من الحمار لانه ما بيبطلش رغي. وبيوصلوا فعلا للمملكة وبتشوف فيونا باباها ومامتها من بعيد، وسكان المملكة كلهم بيبقوا مستنين اللحظة اللي هيشوفوا فيها الأميرة فيونا. وبتنزل الأميرة فيونا وجوزها شريك من العربية، وطبعا سكان المدينة كلهم بيتصدموا من شكلها، حتى باباها بيتصدم هو كمان وبيقول لمامتها ان هم يخشوا جوه القصر ويعملوا نفسهم تعبانين. اما فيونا فبتاخدهم بالحضن وبتعرفهم على جوزها شريك، وبعدها بيدخلوا جوه القصر وبياكلوا. بس باباها بيكون شكله متضايق جدا من شريك وبيدخل عليهم الحمار علشان ياكل معاهم، بس الملك بيرفض. بس فيونا بتقول لهم ان الحمار ده هو اللي انقذها زمان من التنين، وبيكون باين انهم كلهم مصدومين من الورطة اللي هم فيها. المهم بيدخل الطباخ بالعشاء، بس شريك بيتخانق مع ابو فيونا وبتزعل فيونا وبتدخل اوضتها، وساعتها بتظهر لها جنية وبتقول لها ان هي اللي هتساعدها عشان تحل لها مشاكلها. وبيدخل شريك والحمار على فيونا الاوضة وبيتفاجئ بالجنية، وفيونا بتعرفها على شريك، وشريك كان شكله متضايق جدا وقرر ان هم يلموا حاجتهم ويمشوا من القصر ده. بس الجنية بتدي كارت لفيونا وبتقول لها ان هي لو احتاجت مساعدتها تنادى عليها في اي وقت. وشريك بيكون عصبي جدا وبيزعق لفيونا بسبب اللي حصل مع باباها، فبتسيب له الأوضة وبتخرج. وبنروح للملك والملكة وهما بيتخانقوا مع بعض، وبتقول له الملكة انه كان لازم يتقبل بنته وانه ما كانش ليه لازمة يحرجهم. وبتظهر الجنية للملك وبتاخده في عربيتها وبتزعق له جامد وبتقول له يرجع كل حاجة زي ما كانت لمصلحته. وفعلا الملك بيتنكر وبيروح للست الشريرة علشان يتخلص من الغول، بس لما بيجيب سيرة الغول كل اللي في المكان بيبصله، والست الشريرة بتقوله ان مفيش غير واحد بس هو اللي يقدر يساعده وبتديله عنوان الشخص ده. فبيروح له الملك وبيديله عملات دهب كتير جدا علشان يقتل شريك. وبنروح لشريك اللي كان نايم على السرير وباين عليه انه قلقان، فبيقرر ان هو يقوم ويقرا مذكرات فيونا، وبيلاقيها كاتبه وهي صغيره انها نفسها تتجوز من شخص اسمه تشارمينج، وبنعرف ان تشارمينج ده بيكون ابن الجنيه. وبعدها بيروح الملك لشريك وبيطلب منه ان هما يتعرفوا على بعض من اول وجديد، وبيتفقوا على مكان يقعدوا يتكلموا فيه سوا. ولما شريك بيروح المكان ده بيلاقي قط مسلح والحمار بيخاف منه وبيهجم القط على شريك، بس شريك كان ضخم بالنسبة له والقط ما بيعرفش يعمل معاه أي حاجة. ولما شريك بيمسك القط بيعترف له إن الملك هو اللي مديله فلوس علشان يقتله، وبيقرر شريك إن هو ينادي على الجنية علشان تساعده في اللي هو فيه. فبتظهر له الجنية فعلا وبتقول لشريك إن هو ممكن يجي على بيتها لو محتاج منها أي حاجة. وبيقرر شريك إن هو ياخد الحمار ويروح للجنية، والقط بيبقى عايز يروح معاه وبيقول له إن هو هيحميته للطريق من أي حد. وبكده يبقى القط كفر عن ذنبه لان شريك طلع طيب وما عملش اي حاجه للقط. وبتصحى فيونا من النوم وبتتفاجئ ان شريك مش نايم جنبها، فبتنزل وبتسال عليه مامتها، بس مامتها بتقول لها ان هي ما شافتهوش. ولما بتسال عليه باباها بيضحك هو كمان وبيقول لها انا كمان ما شفتوش، وبيقول لها ان هو سمعهم وهم بيتخانقوا بالليل وان هي لازم تفكر تسيب الغول ده. وبنروح بقى للتلاتة اللي وصلوا لبيت الجنيه، وبيدخلوا يلاقوا مصنع كبير مليان عمال، وبيقابل شريك الجنية وبيقول لها ان فيونا مش سعيدة معاه وهو عايز يعرف ليه. الجنية بتحكي له قصص عن كل الامارات اللي اتجوزوا، وبيفهم شريك ان كل القصص ما كانش فيها اي غول وان الجنية مش عاوزاه يبقى مع الاميرة اصلا. فبيخرج شريك من عند الجنية بس بيرجع تاني وهو لابس لبس العمال علشان محدش يعرفه، وبيحاول يوصل لخلطة سرية من بتوع الجنية علشان تساعده. والقط بيلاقي له خلطة مكتوب عليه
عليها سعداء للأبد. وبيحاول القط إنه يسرق الخلطة بس بتقع منه، وبتبتدي كل الخلطات السحرية اللي في المكان تقع، وبيتكشفوا من الحرس وبيضربوا عليهم بالأسهم، بس بيقدر شريك وأصحابه إن هم يهربوا منهم، وبيخطف الخلطة السرية. ولما بيجي تشارمينج الأم الجنية بتقوله إن شريك كان هنا وإن هو اللي عمل كل ده وكمان سرق خلطة سحرية. فبيقرر تشارمينج إن هو يروح يقتله، بس الجنية بتوقفه وبتقوله إن هم لازم يتخلصوا منه بس مش بالطريقة دي. أما شريك فبيمشوا معاه الخلطة السحرية وبيبقى عايز يشرب منها بس كان خايف. فالقط بيقوله إن هو ممكن يجرب عليه الأول، بس الحمار بيغير منه وبيخاف هو على الخلطة وبيشربها. وبعدها الحمار ما حصلوش حاجة، بس شريك قرر إن هو يشرب الخلطة ومش مهم إيه اللي هيحصل، لأنه بيحب فيونا وعاوز يعمل أي حاجة في الدنيا علشان يساعدها. وفجأة الجو بيتغير والدنيا بتمطر، بس برضه ما بيحصلش أي حاجة. فبيقرر شريك إن هو يروح ينام لحد الصبح على ما الدنيا تبطل مطر. وبنروح لفيونا وهي بتقول لباباها ومامتها إن هي هتروح تدور على شريك ويرجعوا المستنقع بتاعهم تاني، ولكن لسه هتخرج من باب القصر بتقع على الأرض وبيغمى عليها، وباباها بياخدها وبيرجعها لسريرها تاني. وبنروح نشوف شريك وهو صاحي من النوم وبيبقى مبسوط جدا لأن الخلطة اشتغلت وحولته لإنسان جميل. أما الحمار بقى فتحول لحصان أبيض شكله جميل. بس القط بيقول لشريك إن الخلطة مكتوب عليها إنه لازم يوصل لحبيبته قبل نص الليل وإلا هيرجع تاني الغول الوحش. فبيروح فعلا شريك المملكة وبتبقى البنات كلها هتتجنن عليه من جماله. وبنروح لفيونا اللي بتصحى من النوم وبتلاقي شكلها اتغير وبتتخض ساعتها. وبيروح شريك لأوضة حبيبته فيونا، بس بيتفاجئ بالجنية اللي بتقفل عليه الأوضة. وبتقابل فيونا تشارمينج ابن الجنية وبتفتكر إن هو شريك بعد ما تحول. وبتستغل الجنية الفرصة دي وبتوري شريك فيونا وهي مع ابنها تشارمينج، وبتقوله إن هو لو بيحبها بجد يسيبها تعيش معاه. وبيقرر شريك إن هو يمشي من المملكة. وبيروح الملك للجنية وبيقول لها إن بنته مش مرتاحة مع ابنها تشارمينج، فبتدي خلطة عشان يشربها لها عشان تقع في حب ابنها. وبتهدده الجنية إن هو لو ما عملش كده هتسحب منه حياته السعيدة. وشريك ساعتها كان سامعهم، بس الجنية بتاخد بالها إن شريك موجود وبتجري وراه، لكن شريك بيقدر إن هو يهرب وبيروح للحفلة اللي متحضرة عشان المملكة تحتفل بفيونا وشريك. والملك بيكون محضر لبنته الخلطة السحرية، وفيونا كانت حاسة إن اللي بره ده مش شريك وإن مش ده الشخص اللي هي حبته. وبنروح لشريك اللي بيحاول يدخل القصر هو والحمار والقط، وبينجحوا إن هما يدخلوا. وبيدخل شريك على فيونا والجنية وابنها، وبتتضايق الجنية إن الملك خدعها ومحطش الخلطة السحرية دي لبنته. وفيونا بتضرب تشارمينج في دماغه وبتوقعه على الأرض، وبيدافع الملك عن بنته. وبيطلع من عصاية الجنية شرارة بس بتضرب في الجنية وبتختفي الجنية خالص. وبيقع الملك على الأرض بس بيكون اتحول ضفدعة، وبيطلب من شريك وفيونا إن هما يسامحوه. ولما بتيجي الساعة 12 في المملكة بيسأل شريك فيونا لو كانت عاوزة تكمل كده طول حياتها. فيونا بتقوله إن هي عايزة تعيش مع الغول اللي حبته في سعادة طول حياتها. وبتوقف فيونا الخلطة السحرية وبيعيشوا مع بعض في سعادة وأمان. ولغاية هنا يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. سلام.